من جد الفرصه ان اول شيء في المباراه ديال يعني المباراه ديال الاسبوع الماضي كان اول خساره، ولكن كون خسرنا بالكره ما يبقاش في الحال، لان كره القدم كاين شي فرقه ما كتخسرش. اولا كان ضربه جزاء خياليه لانه ذاك اللاعب كان حريفي، جا قال لوكازيون بين كعواش وبين الكارديان، حط رجلو وطاح. ضربه جزاء خياليه شافها بوحدو، قلنا ماشي مشكل، كره القدم هي يقدر يخطئ، ولكن من منذ الدقيقه 50 وحنا تنطلبوه تينوض الاداري ديالنا تيقول ليه المندوب راه ما قادرينش نلعبوا كره، راه ما كنهزوها كره ما كتمشيش. حنا ذاك الوقت ما كاينش تكافؤ الفرص، لان فريق ماركي عليك مسجل لك هدف وانت كتقلب على التعادل، يعني حنا اللي ضايعين، ما قدرناش تنهزوها وتنضربوها كتوقف. خاصك شي بلا ادفيرسير، خاصك واحد ساعه باش توصل للبوطو، تبقى تهزها وتحط تعاود تهزها. لا لاحظتي راه اللاعبين الميكرو بلا ميكرو مزيان. راه لاحظتي راه اللاعبين كلهم ما يمكنش يضرب، كيهزها وكيضربها، ما يمكنش توصل. يعني الحكم كيشوف بحال هكا كاساء، راه ماشي اساء لينا حنا، اللي عطا الله عطاه كره قدم تقدر دير، راه اساء للدوله المغرب اللي كنشوفوا ديك اللقطات ولاو كيديروهم في الجاره وفي بعض الدول العربيه. ملعب جميل عربي الزاولي والناس خسرت عليه فلوس، وانت كتشوف كره البيرك المائيه وكتخليها. راه انت انا ما رضاش دوله حدايا تبدا تستهزأ بيا، وانا عندي ملاعب تستهزأ بيا بهذيك الطريقه. راه شي نتيجه ما بقاش فيها الحال، نبقى فيها البلاد ديالي يعني ما تشوفش عليها التصور. هذا القضيه ولات اكثر من كره القدم. راه ما يمكنش ملي كتشوف ديك الزلقه ديالي دارت البوز كلشي كيشوفها، الناس اللي ما عمرني تلاقيت معاهم كيقول لك ديك الزلقه ماشي مشكل انا نزلق، ولكن باش يشوفوا البركه المائيه ويديروها الناس لقطات ويصيفطوا لك الناس من كندا ومن امريكان والناس اللي برا، عاد الجراء كما قلت لك الناس الجيران ديالنا وبعض الدول اللي شي حوايج اللي الدوله يعني كتخسر عليهم اموال باش تبان صوره جيده. هذا هو اللي بقى فينا حنا. اما كره القدم ماشي مشكل، ضعنا اللي عطا الله عطانا. انا كره القدم مره تقدر يكون الحكم، مره يقدر يكون معاك، مره يكون ضدك قرارات خاطئه، ولكن حنا ما دوزنا داك البينالتي، ولكن باش باش نكملوا ديك المباراه في ديك الطريقه هذه اللي ما كانتش ممكنه. وهذا هو اللي يمكن لي نقول في هذه المباراه.